السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا على جمهور نادي الزمالك لازم يعرف إن الهزائم اللي حصلت الفترة الأخيرة لنادي الزمالك ملهاش أي علاقة بكرة القدم نهائيا. دي حاجة خارج المستطيل الأخضر وملهاش أي علاقة بكرة القدم. ولا أنكر فشل مجلس إدارة نادي الزمالك في اللي بيحصل، ولا أنكر فشل بعض اللاعبين. طب إزاي خارج المستطيل الأخضر؟ أولا إحنا في زمن الرويبضة، وإحنا في زمن الفتن، وإحنا في زمن اللي لازم يكون فيه ضحية في كل مجال، كل مجال لازم يكون فيه ضحية. إحنا في زمن الطيب الخبيث بيعيش فيه على حساب الطيب. احنا في زمن كل حاجه لازم يكون فيها ضحيه، ونادي الزمالك هو ضحيه الوسط الرياضي. بمعنى بسيط، نادي الزمالك هو ضحيه الوسط الرياضي في مصر. بمعنى ان النادي الاهلي لازم ياخد الدوري سواء حلو او وحش، ان النادي الاهلي لازم يلعب في العالميه، ان النادي الاهلي لازم يروح يلعب ريال مدريد، ان النادي الاهلي لازم جمهوره يفرح، ان جمهور النادي الاهلي لازم يفرح على حساب جمهور نادي الزمالك، ونادي الاهلي لازم يكسب ولازم يكون بيلعب في العالميه على حساب نادي الزمالك. فبالتالي نادي الزمالك هو ضحيه الوسط الرياضي. يعني مثال لازم يحصل فتنه تدمر لعيبه نادي الزمالك نفسيا، لازم يحصل فتنه توقع لعيبه نادي الزمالك، لازم يحصل فتنه توقع لعيبه نادي الزمالك في بعض. هو ده بيجعلوا نادي الزمالك ضحيه على حساب النادي الاخر. في ناس تقول لي طب انت بتدخل النادي الاهلي ليه؟ هو النادي الاهلي ماله؟ هقول لك يا حبيبي، ما لازم النادي الاهلي يعيش على حساب نادي الزمالك، ولو نفسيا ولو معنويا، ولو جمهوره يعيش على حساب جمهور نادي الزمالك. لازم الجمهور يفرح، لازم جمهور الاهلي يفرح على حساب جمهور نادي الزمالك. هم في نظرهم ان جمهور النادي الاهلي اكبر من جمهور نادي الزمالك، وهو تلتين الشعب وكده. هي الرياضه في مصر معموله ليه؟ الرياضه في مصر معموله عشان كره القدم ولا عشان مصالح شخصيه؟ لازم يعملوا فتنه في لعيبه نادي الزمالك. انا اديك المثال يا سيدي، انت دلوقتي نادي الزمالك كان عنده اقوى خط نص في مصر، فرجاني الساسي وطارق حامد واللاعب امام عاشور. ونادي الزمالك اقوى تاريخيا وبطولات وجماهيريا عن الانديه اللي راحتها اللعيبه ديت. اللاعب النادي اللي راحوا امام عاشور والله ما فاكر اسمه، ونادي اتحاد جده اللي راحوا طارق حامد، والنادي اللي راح ليه فرجاني الساسي واوباما وغيره. ليه يعني ليه تمشي اللعيبه ديت؟ انت نادي الزمالك اقل من الانديه اللي راحها؟ نادي الزمالك ماديا اعلى منهم، نادي الزمالك جماهيريا اعلى منهم، ده انت اللي تجيب النجم اللي فيهم، مش هم اللي يجي ياخدوا النجم اللي عندك. فبالتالي ليه بقى اللعيبه دي بتمشي؟ النادي المنافس بتاعك في مصر في رجال اعمال قايم بيه لمصالحه، تقريبا هي الدوله اصلا يعني. ازاي ان هتجيبوا المواهب الاكثر موهبه في مصر للنادي الاهلي؟ ولو جه لاعب صدفه زي طارق حامد او زي فرجاني اساسي او زي بن شرقي، لازم نعمل لهم فتنه نمشي اللعيبه دي من النادي. لو احنا اللي هنشتغل اداره اعمال ليهم، نجيب لهم الصفقات، نجيب لهم العقود الاحتراف، ونجيب لهم الانديه ونمشيهم. زي طارق حامد، زي مصطفى محمد، زي بن شرقي، زي ساسي، زي اوباما. لازم احنا نمشي زي ما فيش لعيبه زي دي تفضل في نادي الزمالك. هي دي يا جماعه اسمها الفتنه، هي دي الفتنه. يحطوا الفتنه يخلي اللعيبه دي تمشي. عند دلوقتي عندك امام عاشور، اخرهم امام عاشور لسه ماشي من نادي الزمالك. امام عاشور لسه ماشي من نادي الزمالك. في لاعب مثلا يقول لك انا عايز اكون زي امام عاشور، امام عاشور خد 3 مليون ونص، ليه ما اخدش زيه؟ طب ما نادي الزمالك مش مديني كده، بل بالعكس نادي الزمالك يقدر يدي نفس المرتب اللي خده امام عاشور بره. وانا ما اعرفش ازاي اداره نادي الزمالك سابت اللعيبه دي. وفي نفس الوقت اللي انت مشيت فيه النجوم ديت مش قادر تجيب صفقات تانية. لا احنا لازم خلاص بقى نادي الزمالك يقف كده على الدوري المصري. نادي الزمالك خد الدوري موسمين ورا بعض، ما ينفعش نادي الزمالك ياخد الدوري تاني. خلاص ما ينفعش نادي الزمالك ياخد الدوري تاني. يعني نجيب له بقى لعيبه ما سمعناش عنها، مصطفى الزنار. انا ما اعرفش في لاعب اسمه مصطفى الزنار في الدوري لما جه الزمالك. نجيب له مصطفى شلبي اللي لا يصلح، كان يوم مش عارف مش فايت ولا كان يوم ايه كده، استغفر الله مش عايزين نسيب الايام. يوم ما مصطفى شلبي تيجي نادي الزمالك، انا لما بشوف مصطفى شلبي دي في الملعب انا الضغط بيقطع عليا. انا مش طايق اشوف اللاعب ده في نادي الزمالك نهائي. نجيب لهم مصطفى شلبي، نجيب لهم سامسون، نجيب لهم ابراهيم نضاي. ما اعرفش مين ابراهيم نضاي. بس كان وادي دجله استغنى عنه، نادي الزمالك راح يجيبه الحزب الاسود ده. انت نادي وادي دجله استغنى عن ابراهيم نضاي، انت راح تجيبه؟ خلاص لازم نجيب لنادي الزمالك لعيبه مش صف تاني، حتى عشان احيانا الصف التاني بيكسب الصف الاول. لا احنا نجيب لعيبه مضروبه ولو صف ثالث ورابع كمان. ويوم ما نحب نخلي نادي الزمالك ياخد المركز الثاني عشان افريقيا هنخلي، ولكن لازم نادي الزمالك يعتقد ويامن انه بعد عن منافسه الدوري العام. هل انت مجلس اداره نادي الزمالك دي لعيبه تجيبها مقابل انك انت استغنيت عن افضل لعيبه عندك في مصر وفي افريقيا وفي العالم؟ انت اقل من الانديه اللي راحتها الانديه ديت، انت اقل من اتحاد جده اللي تاريخ اكبر منهم، اللي في تاريخ المواجهات بين الزمالك واتحاد جده الزمالك اقوى، اللي في تاريخ يعني كل اللعيبه اللي عندك اللي راحت الانديه السعوديه ولا غيرهم، انت اقوى من الانديه دي كلها. ما تسيب لعيبتك. ده انت لو قلت لهم لعيب من عندهم نجم، ده انت المفروض النجوم اللي عندهم انت اللي تجيبهم، مش هم اللي ياخدوا النجوم اللي عندك. هل مجلس اداره نادي الزمالك بيطلع له مصلحه ماديه في حته اللاعيبه اللي بتروح ديت بيجي له ملايين يعني؟ او اللعيبه اللي انت بتجيبها الكاسه ديت ما بتدفعش فيها المبلغ اللي انت بتقوله ده، وانت بتاخد مثلا نصه؟ ازاي يعني؟ نفسي افهم. الفتن
الفتنه معموله في كره القدم عشان نادي الزمالك يكون الضحيه، وعشان جمهور نادي الزمالك يكون الضحيه، وعشان جمهور نادي الاهلي يعيش على حساب جمهور نادي الزمالك. فعلى جمهور نادي الزمالك لازم يعرف ان جمهور نادي الزمالك هو الضحيه، وهتفضل العلاقه كده طول ما مجلس اداره نادي الزمالك بيشتغل لنفسه مش لنادي الزمالك. احنا خلاص نادي الزمالك بيضيع، هنفضل نقول هو ومش هو؟ لا خلاص. يعني الدوله ان مش اتدخلت وجابت رئيس مجلس اداره لنادي الزمالك واتدخلت في امور نادي الزمالك وصلحت من حال نادي الزمالك بصفقات كويسه، نادي الزمالك مش هينفع. يعني في ظل ما مشى اللعيبه ديت راح يسيب لك رؤى والمسلوسي، وراح يسيب لك عواد لا يصلح لنادي الزمالك. عواد في الفتره الاخيره تحس انه كيس جواف واقف في المرمى، مفيش. عبد الشافي مع احترامي الكبير ليه ماتش كويس زي فيوتشر، ماتشات تانية مش قادر يجري. احمد فتوح رجع واكيد الماتش الجاي مش هيرضى يلعب. يعني مرتضى منصور بيهد لك حتى في اللعيبه اللي بتلعب، في عبد الله جمعه واحمد فتوح، في ظل ان انت ما عندكش البدايل. لا نادي الزمالك لازم له صفقات قويه، مفيش. نادي الزمالك الضحيه في الوسط الرياضي. على جمهور نادي الزمالك لازم يعرف ان نادي الزمالك هو ضحيه الوسط الرياضي، واحنا في زمن الفتن، ونادي الزمالك اصابته الفتنه انه لازم يكون ضحيه الوسط الرياضي. وانا مش قادر اقول غير كده. انا مش هقول وزيد، هو نادي الزمالك الضحيه. هما يعني خلوا نادي الزمالك الضحيه، وكل جمهور نادي الزمالك لازم يامن بكده. مفيش خلاص يعني. ولازم مجلس اداره نادي الزمالك يعرف انه مش اسباب البطولات اللي خدها ان لعيبه نادي الزمالك لا تصلح في الفتره الحاليه لنادي الزمالك. انا والله العظيم خلاص انا في غايه الحزن من اللي بيحصل في نادي الزمالك، ومش قادر اقول اكتر من اللي انا قلته، ان نادي الزمالك هو ضحيه الوسط الرياضي. مش هقول وزير اكتر من كده. ولازم يعني ده يعني حسام عبد المجيد والزناري دي مش لعيبه تدخل بها افريقيا، مش خط دفاع تدخل بها افريقيا. فين اللاعب شبانه ده لازم يرجع، وهو لو رجع مش عارفين نقيده. وانت راح تجيب لي يعني مش عارفين يعني بالحاج، يعني هيكون هل هو خليفه بن شرقي؟ مش عارفين. صفقاتك اللي انت جايبها كلها مضروبه في ظل انك انت مشيت نجوم دوليه. خلاص انت حاليا اثبت يا سياده المستشار ان انت مش بتشتغل لنادي الزمالك، انت حاليا اثبت انك انت بتشتغل لنفسك، او انت مامور ازاي تعمل كذا او ما تعملش كذا. خلاص مفيش غير كده. نادي الزمالك بيضيع بين ايديك وانت مش قادر تعمل حاجه. مشيت فيريرا وجبت فيريرا، اسامه نبيه مشي وجه تاني اسامه نبيه. يعني مفيش ما تعرفش اداره دي ولا ضحك ولا ايه بالظبط. اداره فاشله وخارج الملعب وداخل الملعب، في ظل ان في دوله بتحارب في نادي الزمالك، واللي في نادي الزمالك مش قادرين يعملوا حاجه. خلاص. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.